اكبر خدعه بيقع فيها ناس كتير في الماركتنج ان في قواعد ثابته، انه له كتالوج او خطوات ثابته، او ان الماركتنج معادله رياضيه 1 زائد 1 بيساوي 2. بس في الواقع خليني اقول لك الحقيقه، نتيجه للظروف او متغيرات السوق او احتياجات العملاء ممكن تبقى النتيجه ب3 او 4 او 0 حتى. والحقيقه ان السوق دلوقتي ما بيحترمش اللي حافظ نظريات، بيحترم اللي عنده مرونه انه يوظف القواعد دي لصالحه. فتعال نعمل مقارنه ما بين الاستراتيجيات اللي كانت موجوده قبل كده. هتلاقي ان 50% من الاستراتيجيات دي اللي نجحت فيها شركات كتيره جدا دلوقتي بقت وصفه قديمه، وللاسف لو جينا طبقناها من تاني اليومين دول هتلاقي النتيجه سيئه جدا. سبحان الله، مع ان الاستراتيجيه واحده وحققت نجاح قبل كده بسنين. يعني لو جينا طبقنا نفس الاستراتيجيات دلوقتي هتلاقي النتيجه كارثيه جدا، لان التوقيت اختلف، الخوارزميات اختلفت، وكمان سلوك المستخدم اللي بتسمع كتير اسمه كونسيومر بيهيفير. فلازم تخلي عقليتك مرنه كفايه انها تقبل التغيير، والا هتلاقي نفسك في المكان الغلط. والحقيقه ان التحديثات الجديده مش جايه علشان تصعب علينا الدنيا، بالعكس هي جايه علشان تعلي المرونه اكتر. لان الفشل الحقيقي هنا مش ان حملتك تفشل، الفشل الحقيقي انك تفضل متمسك باستراتيجيات من السبعينات وهي مش مناسبه لمجالك اصلا، او تحاول تمشي بيها كانها ثوابت او لانها نجحت مع حد تاني. زي ما قلت لك قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، اللي نجح مع غيرك مش بالضروره ينجح معاك. والحقيقه الثابته ان الماركتنج هو فن اداره الاحتمالات. فخليك فريش كده، احنا في رحله. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج. لو حابب تسمع اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليك.